السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم الملاوي او المسمن معمر بالبصله. كيجيو لذاذين ما تشبعوش منهم، سهلين في التحضير، غير سجلوهم عندكم لشهر رمضان الكريم. فخليكم معايا الى نهايه الفيديو باش نتعرفوا على المقادير والطريقه. نبداو بسم الله. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضعوا فيه 300 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 3 الكؤوس. غنضيفوا عليه 100 غرام ديال الفينو او لسمو الاكسترا فين، ما يعادل كأس. غادي نضيفوا معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره غير مملوءه لخميره الخبز. وغنخلطوا هاد النواشف مع بعضياتهم وكنجمعوا العجين او الخليط بالماء العادي، الماء بارد. صافي كنحاولوا ما امكن اننا نجمعوا الخليط ديالنا. انا هنا رزت واحد 2 معلقات ديال الدقيق لان جاتني مرخيه شويه العجينه، وكنجمعوا الاطراف اولا كنحاولوا اننا نجمعوا الدقيق كامل، ما نخليوهش في الجناب. وضروري ما كنغربلوا الدقيق قبل ما كنستعملوه دائما. غادي نحطها على سطح العمل العجينه وغادي ندلكها شويه باش كتطلق مزيان وكتجينا العجينه زوينه. صافي غادي نردها للاناء كيف ما كتلاحظوا، وغادي نغطيها بواحد الفيلم اليمونتير اولا ديروها في بلاستيك وخليوها كترتاح. غادي نغطيها ونخليها على جنب. هنا غادي ناخذ 2 بصلات كبار اللي غادي نقشرهم وغادي نقطعهم. بالنسبه للمليويات راه كيبغيو البصله بزايد، تقدروا ديروا حتى اكثر. صافي كنحاول ما امكن انني نقطعهم بهذا الشكل هذا قطع صغيره. هذه هي الكميه. غادي ناخذوا المقلاة اللي كنوضعوا فيها البصله وغادي نضيفوا 2 حبات ديال الجزر اللي حكيتهم في الحكاكه الغليظه، وغادي ناخذوا كذلك المعدنوس حتى هو كنقطعوه. بالنسبه لهاد الوصفه راه كتبغي المعدنوس، تقدروا ديروا حتى اكثر. كنديروه من الاول ما كنخليوش حتى للتالي، كيعطي النكهه ديالو وكيجي زوين الصراحه في هاد الملاوي. صافي غادي نضيفهم على باقي المكونات. عندي هنا الشحمه ديال الكلاوي، راكم عارفينها. الشحمه كتعطي واحد المذاق زوين بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوهاش او اللي ما كيقدوش عليها. يقدروا يديروا شويه ديال الكفته اولا صدر الدجاج، يقطعوه رقيق. كل ما تقطع رقيق كل ما كان احسن باش يجيكم المذاق زوين. ولكن الصراحه الشحمه راه ما كتبقاش باينه، كتذوب، ما كيبقاش باين القطع ديالها. دابا تشوفوا الحشوه ملي كطيب ما كتبقاش باينه، ولكن كتعطي واحد اللذه زوينه المسمن اولا الملاوي. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال البزار او الفلفل الاسود، 2 معالق صغار ديال الفلفله حمراء. عندي هنا نص كاس ديال الزيت مخلطه مع زيت البلديه اولا زيت الزيتون مع الزيت النباتيه. صافي غادي نوضع المقله ديالي على النار وغادي نخلط المكونات ونخليهم كيتشحروا مع التحريك مره مره. ما كنغطيوهاش باش ما كتطلقش لينا الماء، كنخليوها هكاك وحنا كنحركوا حتى كنشوفوا البصله ديالنا نزلات. هنا ضفت واحد شويه ديال الحار او الهريسه اللي بغيتو، ما قديتوش عليها تقدروا تستغناو عليها، ولكن كتعطي واحد اللذه زوينه لهاد الملاوي. الزيت كيف ما كتلاحظوا غادي نخليها كتقطر، كتجمع في واحد الجهه باش بها كنقرصوا بها المسمن. دابا غادي نخلي الحشوه كتبرد وغادي ندوزو للعجين. العجين من بعد ما ارتاحت كيف ما كتلاحظوا غادي نحاول نشكل بها كويرات بالمساعده ديال الزيت. كيف ما كتلاحظوا راه كدير البويقات لان فيها شويه الخميره، ما كنخليوهاش حتى كتخمر. غير نشوفوها طلقات على ما كتبرد لنا الحشوه. صافي كندوزو نشكلوا العجين ديالنا. صافي غادي نشكل العجينه كامله
خرجت لي 9 ديال الكرات. غادي ندهن سطح العمل بالزيت، الزيت العاديه النباتيه، وكنحاول ما امكن انني نبسط العجين او لا الكويرات. كنطلقوهم مزيان، وغادي ناخذ هذيك الزيت اللي شفتوها فيها التحميره، راه هكا ولات مع فيها الشحمه، غير بردات ولا دايره بحال شي لاباط. كنسرحها هكا، راه ماشي الزيت اللي جمدات، الشحمه هي اللي جمدات هذاك الزيت. وكنحاول انني نوزع من الحشوه ديال البصله، ولا بغيتو ديروا لهم بالطريقه ديال المسمن ديروها. انا تسرحتهم مباشره، كنطلقهم هكا كيجيو زوينين. هانتوما غادي تشوفوا الشكل ديالهم. صافي كنطوي بحال اللي كنطوي المسمن اولا الملوي، كنقرصو عادي بالطريقه العاديه، وكنطوي على جوج جهات. كندهنوا شويه داك الصلصه اولا داك الزيت مع الشحمه باش كتعطيهم اللون فاش كنطيبوهم. داكشي علاش انا كثرت الزيت. صافي غادي نعاود وحيده اخرى. ضروري ما كدهنوا سطح العمل باش ما كتلصقش لكم العجينه في ملي تكونوا كتطلقوها، كتسهل علينا الخدمه. كيف ما شفتيو هاد ولات دايره بحال لاباط جمدات، لان الشحمه هي اللي كتشد راسها، كتولي تماسك. صافي غادي نبقى مستمره بنفس العمليه بحال اللي درت الاولى بهذه الطريقه هذه. بغيتوا ديروهم دايرين، تقدروا ديروهم تطلقوها مزيان، ديروا الكرات كبارين شويه وتطلقوها وديروا لها هكا وتمشيو كتروليوها بحال عاد ديروا لي شناك، وتقطعوهم بالموس وديروهم في الفران. بالنسبه للطياب ديالهم كيبقى اختياري، كاين اللي كيبغي يطيبهم في المقله، كاين اللي كيبغي يطيبهم في الفران. الا طيبتهم في الفران كيجيو مقرملين، كندهنوهم شويه بالزيت في الوجه وكندخلوهم للفرن. بغيتوا طيبوهم في المقلاة كيجيو رطب. صافي دابا من بعد ما كملت الكميه كامله كنقرصهم هكا شويه، كنبسطهم كنقادهم. درت المقله ديالي كتسخن، كندهنها غير واحد شويه د الزيت، غير مره واحده، غير في الاول، ما كنوليش ندهنها مره اخرى. صافي كنحطها هكا كنقرصهم بهذه الطريقه، وكنبقى مره كنقلب فيهم بحال اللي كنطيبوا المسمن بطريقه عاديه حتى كيوجدوا. كيف ما قلت لكم، بغيتوا ديروهم في الفرن اللي بغيتوا كيجيو مقرملين في الفران مقرمشين، بغيتوهم في المقله بغيتوهم رطب طيبوهم في المقيله، راه دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش وقت كتير، دغيا كيتحمروا. بالنسبه للنار ما تكونش مرتفعه بزاف، تكون سخنوا المقله ونقصوا النار. صافي كنبقى هكا كندير وحيده مره وحيده حتى كنكملهم كاملين. كيجيو لذاذين الصراحه، كيجيو فنين. بالنسبه للاكل ديالهم ناكلوهم مع اتاي، ضروري من الشاي كيجي معاهم ولا اروع، كتكون فيهم اللذه. ولا بغيتو تضيفوا واحد شويه الكفته كيف ما قلت لكم، راه كتعطيهم واحد المذاق زوين بزاف حتى هي. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش هذا الشحمه، صافي كان هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين، كيجيو لذاذين، دغيا كيوجدوا. غادي ينفعوكم ان شاء الله للشهر رمضان، غير سجلوهم عندكم، راهم غادي ينفعوكم بزاف مع الحريره مع اتاي. كيف ما قلت لكم تاكلوهم كيف ما بغيتوا، غير جربوهم بهذه الطريقه ما غاديش تندموا عليهم، كيجيو لذاذين ما تشبعوش منهم. كيف ما لاحظتوا الطريقه راها جد سهله، وحتى المكونات او المقادير بسيطه في متناول الجميع، متواجده في كل بيت. نحل معكم وحيده باش تشوفوا من الداخل كيجيو يا سلام اللذه، ولكن خصكم تجربوهم باش تحكموا. واخا نقول لكم راهم كيجيو لذاذين، بالخصوص فيهم شويه ديال الحار، ديك اللذه ديال البصله مع الشحمه مع داك الخليط كامل، الحشوه كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تجربوهم وتخليوا لي في تعاليقكم كي جاوكم. وصلنا الى نهايه الفيديو، وما بقى ليا الا نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. وإلا وصلتوا لهنا ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وواحد التعليق زوين، واللي مازال ما مشتركش في القناه دائما كنرحب به في كل وقت. خليتكم على خير والسلام عليكم.